عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبي اللغة الإنجليزية. النهاردة هكلمكم عن حاجة صغيرة جدا في الفوناتكس أو الصوتيات، هنساعد بيها كل أب وكل أم إن يساعد أطفاله الصغيرين هم في البيت يقدر ينطقوا الكلمات بطريقة صحيحة. طبعا كلنا عارفين إن حروف اللغة الإنجليزية فيها 5 حروف vowels، يعني 5 letters اللي هم ال A وال E وال I وال O وال U. دول هم ال5 حروف الفاول. نقولهم كمان مرة: A E I O U. طبعا هم معلومة صغيرة اسمهم فاولز أو متحركين، لأن كل حرف ليه أكتر من نطق، يعني ليه أكتر من صوت. زي مثلا حرف الإي ممكن أقول كات فقلت وممكن أقول قار ممكن أقول ده الحروف المتحركة. إحنا كلامنا النهاردة على حرف واحد بس فيهم، هو حرف الإي. تمام. حرف الإي ده ممكن ألاقيه في آخر الكلمة فبيكون حرف سايلنت، يعني حرف ساكن، يعني يكتب ولا ينطق. طب طالما هو مش بيتنطق يعني في قلب الكلمة، ليه بنكتبه؟ ايه فايدته؟ حرف الاي من الحروف المميزة جدا في نهاية كل كلمة. لو جه حرف الاي في آخر الكلمة هنقول بنخلي الحرف المتحرك اللي موجود في الكلمة، تعالوا نقولها بطريقة سهلة وطريقة بسيطة، ان هو يتنطق باسمه. احنا طبعا عارفين، الناس بتوع اللغة الإنجليزية عارفين ان في الحروف، في حروف بتنطق long وفي حروف بتنطق short. سيبنا من الكلام ده، تعال نقول حرف الاي لو جه في اخر الكلمه. ايوه زي ما قلنا من شويه، ان هيخلي الحرف المتحرك اللي في وسط الكلام او في وسط الكلمه يتنطق باسمه. يعني الاي هيتنطق اي، والاي هيتنطق اي، والاي هيتنطق اي، والاو برضو نفس الكلام او، واليو هيتنطق يو. تعال ناخد مثال. مثلا هنكتب كلمتين، الكلمه الاولى هتكون كلمه، تمام، ما نطقناهاش، والكلمه الثانيه كلمه. تعالوا نشوف ايه الفرق بين الكلمتين والنطق بتاعهم هيبقى ازاي. الكلمة الأولى هتبقى كلمة بيت. بيت بيت حرف الاي اتنطق اي عادي، فده اتنطق شورت عادي فاقول عليه بيت. هنا كلمة بيت نفس الكلمة بس يزودنا عليها في الآخر حرف الاي. في الكلمة التانية بتاعتنا حرف الاي مش هتنطق خالص. تعال نشوف كده الكلمة دي هتنطق ازاي. بايت. بايت واحدة واحدة. باي. هنا حرف الاي اتنطق اي. يبقى انا دلوقتي حرف الاي لو جه في نهايه الكلمه هو حرف ساكن سايلنت، مش بيتنطق، ملوش نطق، بس فايدته انه بيخلي الحرف المتحرك ينطق باسمه. تمام. تعال ناخد مثال تاني. ممكن نقول هنا ست. ست هنا هتبقى سايت. تمام. ست سايت. ست سايت. بت بايت. تعالوا كمان نشوف كلمات تانية. لو نطقنا الكلمة دي هتبقى كلمة ايه؟ ماد ولا هتبقى كلمة ميد؟ طب تعال نكتب ميد وتعال نكتب ماد. ننطق دي ماد، طب ودي ميد. هنا حرف الايه اتنطق باسمه اللي هو حرف الايه. ودي معلومة صغيرة، يا رب تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.